يعني الرجل بالنسبة له المرأة عنصر جاذب، مغناطيس، والمرأة بالنسبة لها الطفل عنصر جاذب، مغناطيس. يمكن الحين بعضكم تقول، يمكن بعض النساء يقولون لا لكن أنا يجذبني الرجال. صح، احنا ما نقول لا. مثل ما بعض الرجال يقولون أنا يجذبني الطفل، صح، احنا ما نقول لا. لكن لما ناخذها نسبة وتناسب نجد أن انجذاب الرجل للمرأة أكثر من انجذاب الرجل للطفل. ولو أخذناها نسبة وتناسب نجد أن انجذاب المرأة للطفل أكثر من انجذاب المرأة للرجل. طبعا يمكن أكو واحدة الحين قاعد تسمع أو تتابع تقول لا أنا هذا الكلام ما ينطبق علي. أقول لها صح، ما ينطبق عليك. أنا قاعد أتكلم على الأعم الأغلب، ويعتمد على حاجة المرأة وعلى عمر المرأة مثل ما يعتمد على عمر الرجل وحاجة الرجل. يعني الرجال الكبار في السن اللي أعمارهم 70 و80 سنة مثلا يلفت نظرهم الأطفال. الكبار 70 80 سنة الطفل يلفت نظره، ولذلك تشوفون كبار السن أحيانا يمشون يحطون حلاوة في جيبهم، كل ما شافوا طفل عطوه هدية ولا حلاوة. الرجال، أنا أتكلم عن الرجال وليس بالضرورة النساء. تشوفون المرأة الكبيرة في السن من تشوف طفل تتكلم معه وتسولف معه، نقطة ضعفها مثل ما الرجل نقطة ضعفه. فالسؤال يقول أعرف رجل نظراته مخيفة للمرأة فإنه ينظر لها من فوق لتحت ويركز في أماكن بجسدها. عاد هني هذا موضوع ثاني. هني ندخل في موضوع أنواع النظرات. وأنواع النظرات طبعا الرجال ينقسمون في النظرات إلى 3 أقسام. يعني الرجل لما يشوف المرأة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول في رجل يخاف الله، شاف امرأة أعجبته، فعلا أعجبته وحس أنه منجذب لهذا الشكل. يعني هذا الشكل، هذا النمط هو ذوقه، لونا، شكلا، طولا، هذا ذوقه فانجذب لها. الصنف الأول من الرجال يقاوم شهوته هذه بأنه خاصة إذا كان يخاف الله يستغفر، يوخر عينه، ينزل راسه، يمشي، يحاول يبتعد عن الصورة. هذا الصنف الأول. طيب الصنف الثاني اللي الصورة تغلبه. الصنف الأول هو غلب الصورة لسبب، قد يكون سبب ديني، قد يكون سبب أخلاقي، الله أعلم. لكن المهم الصنف الثاني من الرجال الصورة تغلبهم، فلما يشوف المرأة ما يقدر يشيل عينه، ما يقدر، خاصة إذا كانت هذه المرأة من النمط اللي بالنسبة له نقطة ضعف. يعني أنا مرة يكلمني واحد من الرجال يقول لي أنا نقطة ضعفي المرأة السمينة، أي امرأة سمينة تمر أمامي لازم أشوفها، تمر أمامي النحيفة ما التفت لها. واحد ثاني مرة كان يقول لي أنا نقطة ضعفي المرأة النحيفة. كل رجل له ذوق وكل رجل له نمط. طيب الآن الصنف الثاني إذن ينجذب للصورة وما يقدر يقاومها، لكن تبقى هي صورة. فإذا ذهبت المرأة أو هو ذهب نسى النظرة ونسى الصورة. الصنف الثالث من الرجال هذا الصنف شوية خطير. هذا الصنف إذا أعجب بالمرأة يركز ويقعد يدخل في تفاصيل جسدها ويطبع الصورة. يعني بإمكانه أنه يصور الصورة هذه ويطبعها ويدخلها في ذهنه، حتى لو المرأة ذهبت وهو ذهب تبقى الصورة موجودة ويقدر يعيش فيها وتتحول إلى خيال. وهذا هو الصنف الثالث.